طيب الله مساكم أينما كنتم سيداتي سادتي من استديوهات الفضائية الإلكترية بالعاصمة أسمر، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. كلية الطب والعلوم الصحية تخرج دفعة جديدة من طلابها. دعوة للمتابعة وحفظ أشجار الشورى النامية. دعوة الطلاب في مندفر وميمنة ونغفة. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بعد تحليق طائرات بالقرب من حدودها. البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد. مقتل 5 أشخاص خلال اطلاق نار في نورث كارولاينا. أهلا بكم إلى تفاصيل. خرجت كلية أورتا للطب والعلوم الصحية التي تضم كليات أسمر للعلوم الصحية وكلية أورتا للطب وطب الأسنان وكلية أورتا للطب والعلوم الصحية، خرجت اليوم 15 من أكتوبر 269 طالبا بدرجتي البكالوريوس والدبلوم في مراسم جرت بجامعة أسمرة. وتخرج 28 طالبا في علم الدواء و19 ممرض في طب العيون و28 طبيب في الطب العام بدرجة البكالوريوس. وتخرج 78 طالبا في مختلف مجالات التمريض و116 طالبا في مختلف البرامج بدرجة الدبلوم. وأوضح منسق المناسبة مسؤول قسم الجراحة الدكتور يوسف تولد في الكلمة التي ألقاها أن تنمية القدرات البشرية في المجال الصحي واحد من أولى أولويات استراتيجية الحكومة الإريترية، قائلا أن البلاد حققت تغييرا كبيرا في النظام الصحي نتيجة للاستثمار الضخم للحكومة وجهد وزارة الصحة والكلية. وذكر أن كلية أورتا للطب والعلوم الصحية خرجت بإضافة متخرجي هذا اليوم ما إجماله 5680 طالبا. وأكد ممثل الخريجين على بذل الجهد لإيفاء تعليمهم من الشعب والحكومة، وأدى المتخرجون القسم للخدمة المتفانية. وتخرج كلية أسمر للعلوم الصحية للمرة 14 وكلية أورتا للطب وطب الأسنان للمرة 12 وكلية أورتا للطب والعلوم الصحية للمرة الأولى في تاريخها. دعت وزارة الزراعة المزارعين للدفع بأنشطة الزراعة المائية الخالية من التربة للعلف الحيواني. وأوضحت مسؤولة الابتكار الزراعي في وزارة الزراعة السيدة الماس قبر يوهنس أن الهدف الأساسي من إدخال هذه الوسيلة الزراعية هو لتخفيض النقص في العلف الحيواني، ويجري العمل حاليا بالتركيز الخاص على الذرة والبقوليات عامة والقمع خاصة. وذكرت المهندسة هيران يوسف أحد الناشطات في إدخال الزراعة المائية أن هذه الوسيلة يمكن القيام بها بسهولة نسبية، موضحة أن عدد كبير من المزارعين بدأوا حاليا مبادرات الزراعة المائية بعد التدريب الذي تلقوه. هذا وأشارت المهندس بتلهم أنغسوم أن الزراعة المائية إلى جانب تنفيذها في مكان محدود بقلة المياه لها دور هام لحماية صحة الإنسان والحيوان. تجري الإشارة إلى أن الزراعة المائية المستخدمة منذ فترة طويلة على مستوى العالم تحقق محصول وفير من قلة بذور الذرة والبقوليات. بلغت أشجار الشورى المغروسة قبل 3 أعوام في شواطئ زولا وإفتاء بمديرية فرو بإقليم شمال البحر الأحمر بإشراف وزارة الثروة البحرية مستوى جيد. وأوضح مسؤول الثروة البحرية في المديرية السيد صالح محمد جابر نجاح حوالي 40 هكتار من أصل 55 هكتار قورست بأشجار الشورى في عام 2020 لمكافحة انجراف التربة وأهداف أخرى. وذكر السيد صالح أهمية أشجار الشورى للتنوع الإحيائي، مشيرا إلى تسيير أعمال قرص شتول الشورى في كافة الجزر وشواطئ شمال البحر الأحمر، مناشدا السكان لتحمل مسؤولية رعايتها وحفظها مدركين أهميتها الكبرى.
في اللقاء الذي أجراه مسؤول الإدارة والمالية في مديرية فور السيد سعيد علي لممثلي السكان بهدف التباحث حول المحميات، أشار إلى أهمية أشجار الشورى في حفظ وتنمية الأسماك وبناء المساكن ومكافحة جراف التربة، داعيا المواطنين للقيام برعاية ومتابعة جادة. وأكد المواطنون تخصيص حراس لأشجار الشورى المغروسة عن طريق الثروة البحرية، إلا أنه يتطلب زيادة أعداد الحراس للحد من ظاهرة القطع الثائدة أثناء في جنح الظلام. وزعت وزارتي التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية في مديريات مندفرة ونقفة وميمنة اللوازم الدراسية للطلاب المحتاجين بهدف مواصلة تعليمهم بشكل جيد. وقال مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مندفر السيد أبراهام قبرهوت أن الدعم قدم ل 150 طالبا تم اختيارهم عن طريق إدارات الضواحي، مضيفا أنه تم تأهيل أسر المحتاجة ب100,000 نقفة، فيما تجري استعدادات لتأهيل 6 أسر أخرى. وقال مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد سلمون رستم أن المواطنين يقومون بمساعدة الأسر المحتاجة خاصة في المجالات الزراعية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية، إلى جانب الدعم الحكومي الجاري بانتظام لأسر الشهداء والمعاقين. كما أن فرع العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ميمنة قدم دعما مماثلا ل 95 طالبا محتاجا. وأشار مسؤول المكتب السيد يوهنس أبراهام إلى تقديم دعم عائلي لمحتاجين آخرين. في غضون ذلك أوضح مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية نقفة السيد محمود همد تقديم لوازم دراسية ل100 طالب محتاج تخدم لسنة دراسية كاملة. وناشد كل من مسؤول التعليم الأستاذ محمد فكاك ومسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في نقفة السيد تسفاي إيوب الطلاب لبذل جهود حثيثة ومتابعة دراساتهم بشكل جيد، متحفزين بالدعم المقدم لهم. دشن يوم 14 من أكتوبر الطبعة الثالثة لكتاب الساحل قصائد المختار، الذي يحوي مجموعة من القصائد للكاتب والباحث في التراث السيد سلمون طهية. وتم التوضيح في مناسبة التدشين التي جرت في قاعة الإقليم الأوسط أن الكتاب الذي حوى 46 قصيدة تعبر عن كل جوانب نضال الشعب العتري كتبت في مرحلة الكفاح المسلح، 28 منها للأغاني و13 للقراءة و5 للأناشيد. وأوضح الناقدون للكتاب أن القصائد المبنية بكلمات مختارة عكست بطولات المناضلين والشعب والصمود والإيمان بالهدف والتأكيد بأن انتصار الشعب العتري حتمي. وقال السيد سلمون طهية لوكالة الأنباء العترية أن الطبعة الثالثة تختلف عن سابقاتها لاحتوائها على قصائد كتبت مؤخرا وخلفية تاريخية. وقدمت في المناسبة باقة من الأغاني لكبار الفنانين من القصائد الموجودة في الكتاب. السادة والسيدات، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قال جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، هو الأحدث في سلسلة عمليات إطلاق من الدولة المسلحة نوويا. وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق أنه دفع بطائرات مقاتلة ردا على تحليق مجموعة مؤلفة من نحو 10 مقاتلات من كوريا الشمالية قرب حدود البلدين. وكأن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 170 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية وسط تصاعد للتوتر بسبب التجارب الصاروخية المتكررة التي تجريها بيونغ يانغ. وفرضت سول أولى عقوبات من جانب واحد على بيونغ منذ ما يقارب من 5 سنوات، حيث أدرجت في القائمة السوداء 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة تشارك في تطوير الصواريخ. وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية نقلا عن الجيش الكوري الشمالي
أنه اتخذ إجراءات عسكرية مضادة قوية بعد تدريبات إطلاق للنيران المدفعية من كوريا الجنوبية. توافق نواب البرلمان العراقي على تعيين السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، ما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، كما أعلن مسؤول في الدائرة الإعلامية في البرلمان في ختام فرز للأصوات، فيما كلف الرئيس الجديد محمد شياع السوداني الوزير السابق والنائب لدورتين بتشكيل حكومة جديدة بعد عام من الشلل السياسي. ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 من أكتوبر 2021 لم تتمكن الأطراف السياسية النافذة من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة رغم مفاوضات عديدة فيما بينها. وفي صلب أزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين، التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عدة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نور المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي. قال مسؤولون أن 5 أشخاص بينهم شرطي في غير وقت الخدمة قتلوا بالرصاص في مدينة رالي في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وأن الشرطة نفذت عملية مطاردة واسعة النطاق أقلقت خلالها جزءا من المدينة وألقت القبض على مشتبه به. وقالت رئيسة البلدية في مؤتمر صحفي أن شخصين آخرين على الأقل بينهم ضابط شرطة آخر أصيبا ونقلا إلى المستشفى. وكثيرا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية التي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من أكثر الدول تساهلا في العالم. وقتل في الولايات المتحدة حوالي 49,000 شخص بالرصاص في 2021 مقابل 45,000 في 2020. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. كلية الطب والعلوم الصحية تخرج دفعة جديدة من طلابها. دعوة للدفع بالزراعة الوطنية للعلف الحيواني. نمو أشجار الشورى في فرو. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بعد تحقيق طائرات بالقرب من حدودها. البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد. وقت 5 أشخاص في إطلاق نار في ولاية نورث كارولاينا. دمتم في أمان الله وحفظه.